السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي سويت اند صور مع رنا. يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل بقى ايه اكله كده حلوه قوي بصدور الفراخ، رهيبه بمعنى الكلمه. نعمل لها صوص خفيف كده. احنا بنجيب الصدور سليمه، وبنبتدي نشيل اللي هما بيقولوا عليها موزه او الحته الفريتو او اللي هي الستريبس. هنفصلها بس، وبعد كده هنجيب الصدر ونبتدي نعمل كده بقى ايه بالسكينه، بس ما ننزلش للاخر. وبعد كده هنعمل بالعكس من الناحيه التانية، وبرضه ما ننزلش بيه للاخر. احنا بس عايزين نديها شكل جمالي كده، وفي نفس الوقت التتبيله تدخل فيها كلها. تمام. طبعا بقيه الصدور هعملها كده ايا كان بقى عدد الصدور بتاعتكم. انا الصدور دي كيلو. حطيت على كيلو الصدور دي، حطيت عليها نص كوبايه من الزبادي، اللي هي علبه الزبادي دي نصها. حطيت عليها ربع كوبايه من الميه. حطيت عليها معلقه صغيره ممسوحه من الملح، ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وحطيت عليها كمان 3 معالق كبار من الزيت، وقلبتهم كلهم مع بعض، ورشة من السكر، وكمان معلقتين كبار، معلقة كبيرة من الخل ومعلقة كبيرة من الليمون، او معلقتين كبار من الخل زي ما انتم عايزين. وبعد كده هبتدي انزل فيها الفراخ بتاعتي. بصوا انا بغطسها كلها واسيبها. الصدور عادة ما بتاخدش وقت كتير. لو في حتة عظمة ولا اي حاجة شيلوها وتأكدوا، عشان طبعا دي لو دخلت تحت الضرس شكرا. بنبقى عارفين ان احنا بناكل حاجة مخلية، فممكن ايه الدنيا تتبهدل معانا. تمام. ما بتاخدش وقت خالص في التتبيله، يعني معاكم من ساعتين لحد 4 6 ساعات بالكتير قوي. تمام كده. خلاص هخلص كله بقى وهسيبها تقعد في التتبيله كده زي قلت لكم من ساعتين ل6 ساعات. وبعد كده هنبتدي نشوف الخطوه بتاعتنا ايه، بس طبعا هنشيلهم في التلاجة، ما نسيبهاش بره. هنسيبها نغطيها ونشيلها في التلاجة ونسيبها بقى ايه، نشوف بعد الساعتين. بعد الساعتين بجيب شويه من الدقيق، حاجه خفيفه قوي كده اهو، وابتدي بس ايه احطها عليها من الاتجاهين. بصوا، بس مش عايزه حاجه اكتر من كده، يعني هو يا دوبك بس ايه بلملم كده، دي بديها زي كفر خفيف خالص كده، عشان يديه لون حلو قوي في لما تيجي تتشوي في الطاسه على البوتاجاز. بعد كده ببتدي اجيب الطاسه بتاعتي او الصينيه واحط فيها شويه زيت، وتكون حاميه جدا جدا جدا، لازم تكون سخنه، تنزل تاخد الصدمه على طول. بعد كده اهو خدت الصدمه من الاتجاهين. عملت انا ايه، مكنتش عارفه ان الكاميرا بتصورش. حطيت معلقه كبيره من الصويا صوص، وشويه من الثوم، وربع كوبايه من الميه، وغطيت وهديت النار لمده حوالي من 7 ل10 دقايق، مش اكتر من كده. الزبادي واللبن هيخلولكوا الصدور طريه جدا جدا جدا، وعمرها ما هتبقى ناشفه حتى لو حطيناها على النار كتير، لان دايما الصدور بتنشف وده السبب. لازم زبادي او لبن، او لبن بس او زبادي بس، زي ما انتم عايزين. اشوفكم في فيديو تاني واقول لكم سلام عليكم.